ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كفته جميله جدا اقتصاديه وطعمها حلو قوي. من ربع كيلو لحمه بس هنعمل كميه كفته كبيره جدا، تنفع كده في العزومات وتنفع على الغداء. جميله جدا وريحتها حلوه قوي ومتماسكه وطعمها جميل جدا. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض، ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو. في البدايه كده انا معايا هنا 3 بطاطسات، يعني كيلو ونص من بطاطس كبيره، عاملين حوالي كيلو ونص كده. وجبت المبشره، وبالجهه الناعمه اللي بتكون في المبشره كده هبدا ابشر البطاطس دي بتكون ناعمه معايا كده. وهنا بشرت البطاطس وفيها كميه من الميه كده، هبدا اخد البطاطس واعصرها بالشكل ده كده عشان تصفي اي ميه فيها. ضروري جدا ان احنا نصفي البطاطس عشان ما يكونش فيها اي ميه، والكفته اللي هنعملها ما تفكش معانا. هنا البطاطس كده بعد ما صفيتها من الميه كويس وبقت معايا بالشكل ده. بشرت كمان بصلايه كده بالمبشره وصفيتها من الميه وضفتها كده للبطاطس، وضفت كده نص معلقه من الثوم وبيضه. البيضه بتعطي قوام حلو للكفته وبتخليها متماسكه. كمان ضفت كده حوالي نص كوبايه من البقدونس ونص كوبايه من البقسماط. وهنا معايا كده 400 جرام من اللحمه، يعني ما كملوش نص كيلو. ضفتهم على كيلو ونص من البطاطس، هيعطوا لنا كميه جميله جدا من الكفته. ضفت بقى معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من بهارات اللحمه، وكمان معلقه من الكمون ومعلقه كده من البابريكا. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس قوي لغايه ما اللحمه والبطاطس وكل المكونات تختلط مع بعضها كويس قوي، وتكون معانا الكفته ناعمه قوي كده. ضروري جدا ان احنا نعجن الكفته كويس قوي عشان كل المكونات تتداخل كده. بعد ما عجنتها كده بايدي، يعني حبيت انها تكون ناعمه قوي، فجبت الكبه كده وهبدا ان انا اخلطها في الكبه. هتعطينا يعني كفته ناعمه قوي وجميله جدا ومتماسكه. خلطتها في الكبه بقت معايا ناعمه جدا وحلوه قوي. هنا بقى الكفته بعد ما عملتها في الكبه كده حسيت ان هي محتاجه كمان معلقتين كده من البقسماط عشان تكون يعني ما تفكش معانا او تلزق في ايدنا كده واحنا بنصبع. هبدأ بقى كده بعد ما ضفت لها البقسماط بقت معايا ناعمه بالشكل ده كده، وكمان ما بتلزقش ولا حاجه. هبدأ ان انا اصبعها صعبه بالشكل ده. ممكن تعملها بس نفس الحجم او تصغريها. هي الكفته دي ما بتكشش زي كفته اللي بتكون لحمه بس، يعني نفس الصباع اللي احنا بنعمله كده بيفضل زي ما هو، ما بيكشش خالص. ممكن نصبعها كده على شكل دواير، على شكل صوابع زي ما بنعملها كده، زي ما تحبي تصبعيها او تشكلي. هنعمل بقى كل كمية الكفتة بالشكل ده. كفتة جميلة جدا ومتماسكة وطعمها حلو قوي. عملنا بقى الكمية دي اللي احنا هنعملها النهاردة، وفاض معانا يعمل كمان مرتين. نقدر بقى ان احنا كده نصبعه ونحطه في اطباق فويل ونحطه في الفريزر، او نحطه في كيس زي ما هو كده ونطلعه نصبعه ونعمله نقليه في الزيت زي ما هنقلي الكفتة دي كده. هنا بقى جبت كده طاسة فيها زيت غزير وسبته كده لغاية ما سخن، ونزلت بالكفتة بالشكل ده كده. شايفين الكفته بقى متماسكه في الزيت، ما فكتش معانا وجميله جدا وريحتها حلوه قوي. كفته اقتصاديه وجميله. عملنا من 400 جرام 3 مرات غدا. كمان لو عندنا عزومه عملنا الكميه دي هتكفي وهتكون جميله جدا. هنبدأ بقى ان احنا نسخن الزيت قوي وننزل بالكفتة، وهنسيبها حوالي 10 دقايق كده في الزيت. بتاخد لون جميل جدا، بتكون كده مقرمشة من بره وطرية من جوه وطعمها حلو وريحتها جميلة جدا. شايفين الكفتة متماسكة ازاي؟ مقرمشة كده من بره وطرية من جوه وطعمها حلو قوي. ريحتها جميلة جدا، كفتة اقتصادية وجميلة وطعمها حلو. قدمها بقى كده مع طحينة وسلطة وعيش، او ممكن شوية مكرونة كده، بتكون جميلة جدا. وصفة سهلة وجميلة جدا، ما خدتش وقت خالص في تحضيرها، واقتصادية وجميلة. بتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.